عن لعنة الدم السوري. هذا التراب ليس كأي تراب، بيسقيه دم وبترويه دموع. كل من شارك في دم السوريين، كل من ضرب فيه وتجبر، ربما تسأل عنه الآن. كل الذين بنوا مجدهم على جداره أو خراب بيت من بيوته، كل يد امتدت إلى وجع السوريين صاروا اليوم عم يلملموا أشلاء في ساحاتهم وعن أمام في أوطانهم التي ظنوها حصونا. هل هذا عقاب؟ أم هي هندسة الغيب التي لا تخطئ؟ ربما نزيفا في الميدان مثلا. الدم السوري ليس كأي دم، إذا غاب عن الأرض حضر في السماء، وإذا سكت عنه هنا تكلم هناك. لا يضيع عند الله شيء. دموع الأمهات الثكالى، صرخات الأطفال الذين اختنقوا بلا ذنب، وصبر من ضاقت عليهم الزنازين، هي حقوق مؤجلة ودين مكتوب. غير أن الرسالة الأهم الآن أن يكون الوعي حاضرا، وأن لا يعاد الخطأ نفسه بثوب جديد. الدم السوري ليس كأي دم.